ما احنا بننتهك طول الموسم، جايبين واحد ينتهك معانا. ونبدا باول موضوع معانا. اشياء لا تحدث الا في نادي الزمالك. ايه اللي حصل يا خفاجه؟ طمني. لا ما تطمنش قوي. الزمالك كان وقع مع واحد اسمه كريم البركاوي، كان بيلعب في الرائد مهاجم وبيقولوا حلو وشغال والدنيا حلوه. مشيت معاك يا خفاجه، الحمد لله. سيبها تمشي بقى، ما تفرحش قوي يا ابو الصحاب، علشان هو جاي ابو عيل. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي مؤسس النادي ده اقسم بالله انا متاكد واكل ورث اخواته. المهم يعني ابو الصحاب راح يزوره، وهو بيزوره الرائد اللي هو مشي من عنده خلاص، يعني هو مشي من النادي ومش عايزه خلاص. حلف عينه دلوقتي عشان رزقنا حلو، نوايان اتشطفوا يا ولادكم اتشكاي. المهم يعني ابو اصحاب مجلس اداره نادي الزمالك اتصلت بيه. ابوك تعبان يا ابني، نبعت لك اسعافات، محتاج حاجه والدنيا تمام، تعالى بس وما تقلقش ونخلص كل حاجه. اللاعب رد على مجلس اداره نادي الزمالك ابو الصحاب، قال لهم بعتذر. بتعتذر على ايه؟ هو انا عازمك على عزومه وانت بتعتذر؟ ما انتش جاي، ده انت جاي توقع في نادي يا ابنكم الشكاري. مش احنا اتفقنا وخلصنا كل حاجه؟ يعني انت لو عارف عن نادي الزمالك وسمعته اللي هو ما بيديش فلوس وقيد وقفل صفقات وهتاخد فلوسك في المحاكم، ما كمل الاول. ليه شوق ولا تدوق يا عم؟ لا حول ولا قوه الا بالله في اللي بيحصل في الزمالك. القصه بقى ابو صحاب ما خلصتش على كده. الزمالك خلص في لاعب خلاص رسميا. طب حلو يا خفاجه، مال وشك وحش ليه؟ ما هقول لك وحش ليه بابا. انا شايف الرعشه دي ده هتكمل، استنى. جبنا لاعب اسمه محمود بن تايك، هو اسمه كده. الفرقه بتاعته مش بتلعب، واصلا احنا خدناه اعاره سنه، هنديله 300,000 دولار وهو ما بيلعبش في فرقته. وفي نفس الوقت ابو الصحاب الفرقه قالت لنا مش عايزين مقابل في الاعاره. ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه النوش ده؟ يعني هناك اشوف النادي الاهلي بيجيب اشرف داري بيلعب في اوروبا، ويحيى عطيه الله ويوسف بيجيب ده كله، وانا رايح اجيب محمود بن تايك؟ ما احنا بننتهك طول الموسم، جايبين واحد ينتهك معانا. تعالى يا عم محمود، مبروك عليك نادي الزمالك. كريم البركاوي اللاعب الوحيد اللي احنا خلاص كنا خلصناه، اللاعب الوحيد اللي ربنا هداه وخلاص ووافق ان هو يجي واتفقنا معاه. اتاري المعلم في الاخر طلع واخدنا وسيله ضغط من الاخر كده، واخدنا ستيبن علشان خاطر يضغط على اداره الرائد السعودي ان هم يجددوا له، وفعلا جددوا له خلاص، واتفق معاهم ان هو هيجدد بالعقد اللي هو عاوزه. اتاري في الاخر واخد الشعار ده يا جماعه، واخد الشعار ده ستيبن ووسيله ضغط على نادي اساسا. يعني اقول لك ايه، مثلا خالد الغندور اكبر منه، يعني اقل رمز عندنا اكبر من النادي ده. احنا وصل بينا المرحله يا جماعه ان اللعيبه بقت بتاخدنا ستيبن، بتاخدنا وسيله ضغط علشان تحقق مطالبها الماديه في الانديه اللي هم عاوزينها. اشرف بن شرقي اتفقنا معاه وعشمنا وكل حاجه تمام وزي الفل. راح فين اشرف بن شرقي وكان بيلعب فين؟ اشرف بن شرقي كان بيلعب في الريان القطري، كان بيلعب في الريان القطري. خلي بالك، عشمنا شهرين ثلاثه راح جدد في الريان القطري. اشرف بن شرقي ده راح مكان تاني غير الريان؟ لا. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو واخدك استبن. حتى اشرف بن شرقي اللي احنا اساسا يا بين قلبي يا بين حبي يا بين ضحكي، اهو بين ضحكي اهو واخدنا استبن. اللي احنا بقالنا اساسا يعني احنا هو ماشي بقاله 3 سنين، فضلنا خلال 3 سنين مع كل سوء انتقالات اشرف بن شرقي. يلا يا بن شرقي، بن شرقي راح الجزيره، بعد ما راح الجزيره راح الريان. يلا يا بن شرقي تعالى يا بن شرقي، ووقت ما عشمنا طلع واخدنا ستيبن علشان خاطر يطلع على مين؟ على الريان برضه. طب وبعدين يا جدعان، وبعدين بجد والله. طبعا كريم البركاوي ربنا يشفي والده، ربنا يشفي والده ويقومه بالسلامه طبعا وكل حاجه. خلصنا الجد، خلصنا الانجازات، نخش على الضحك. يا ضحك انت بكام دلوقتي؟ انا ببلاش والله. المفروض احنا ناخد فلوس على اللي بنعمله لكم ده. رسميا عرفتوا ان هو ما بتكلمش على صفقات الزمالك. رسميا كريم البركاوي يعتذر عن عدم الانتقال الى الزمالك. ليه بقى يا سيدي؟ عشان الرائد السعودي اللي هو كان صرف النظر عنه رجع تاني تفاوض مع اللاعب ان هو يجدد له او يتعاقد معاه من جديد. قام اللاعب ما بقلصنا، قال لك ابويا تعب، ابويا جات له ظروف، ابويا مش عارف ايه، ابويا ربنا يديه الصحه، ربنا يدي ابوك الصحه يا رب، ولو هو فعلا تعب بجد ربنا يشفيه. وفي الاخر كريم البركاوي يرفض عرض الزمالك. طب ابعت لنا وجبه البيك حتى، طب ادينا حق المكالمات، ده احنا سالفين، ده اورنج مدينانا، اعمل اي واجب معانا يابا، مش هيبقى في البلوشي كده، ده احنا بندفع باقة النت بالعافيه. طب بلاش، طب اطلب لنا وجبه من بلاش البيك يمكن غالي، هات لنا وجبه من البركه. طب بازوكا عامل عرض كويس، طب اي حاجه نمشي بيها الدنيا. مش كده يا عم بركاوي؟
هو انت يا عم النادي الاهلي حد يقول لي انت مالك ومال؟ يا عم انا مالي بالاهلي يا عم، انا يا عم بحصر مناخيري يا عم. يعني النادي الاهلي اللعيبه بتسيب اوروبا وتجيله، النادي الاهلي اللعيبه بتسيب اوروبا وتجيله، واحنا اللعيبه اللي عقودها منتهيه مش عايزه تجيلنا، سواء كريم البركاوي ولا سواء اشرف بن شرقي. ما الاثنين فري مش عايزين يجوا. ده الاثنين قريبين من ال30، الاثنين قريبين من ال30 سنه. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي وصل لكم فيه الفيديو. انا زيكم تماما، نايم ومتوقع ان اول ما هصحى على خبر ان كريم البركاوي او البركاوي ايا كان الاسم وصل بسلامة الله لمصر. ده الميعاد اللي كان محدده، ومتوقع ان خلاص اول ما اصحى كده اشوف صور وهو في المطار. كريم البركاوي شرفنا ونورنا، النجم المغربي ولاعب الرائد السعودي السابق، وهيجي بقى عشان يضيف لخط هجومنا. ده الكلام اللي احنا عارفينه امبارح. ولكن سبحان الله اصحى من النوم الاقي مين اللي جه؟ اشرف داري نجم المغرب برضو. يعني الاسامي بس اتبدلت، نفس الجنسيه ولاعب منتخب ونجم وكل حاجه، ولكن ده مهاجم وده مدافع. وده كان راح للاهلي اللي هو اشرف داري، وده كان راح للزمالك هو كريم البركاوي. ما لاقيش كريم البركاوي ولا اشرف داري. جاي مع مين بقى؟ جاي مع امير توفيق في المطار، وخلاص اعلنوا الانتقال رسمي، والراجل وصل بسلامه الله في صفقه قويه جدا جدا للنادي الاهلي. طب وكريم يا عم اسلام؟ والله يا ابني ما اعرف فيه ايه. هو انا عرفته ان مفروض ان هو كريم البركاوي او البركاوي كان مفروض انه يوصل بسلامه الله الصبح الساعه 9 على حسب علمي، يعني طيارة 9 الصبح. واللي عرفته ان الراجل بعت رسالة الساعة تقريبا 7 او 8 الصبح كده، هو صاحي بدري، بيبلغ مسؤولي نادي الزمالك ده لحد امبارح. خد بالك كانوا هم مستنيينه، وقال لهم خلاص كل حاجة تمام وقطع التذاكر والدنيا حلوة يعني. بعت رسالة الصبح بدري جدا لمسؤولي الزمالك بيقول لهم معلش يا جماعة. قالوا له خير في ايه؟ قال لهم عندي ظرف اسري جامد جدا. قالوا له يعني ايه المطلوب؟ قال لهم معلش باش نعاود. قال لهم ايه؟ باش نعاود دي كلمه مغربيه يعني. وقام في الاخر قالوا وصافي. قلت لك كريم البركاوي المهاجم جه وخلص، وكان المفروض يجي، انما اتاخر وصوله قال لك ظروف قهريه. ما طلعتش ظروف قهريه. ايه اللي حصل؟ مجلس اداره الزمالك نايم في الخط كالعاده، بطء السلحفاه في الصفقه. الرائد قال لك لا تعالى جدد يا عم ريح دماغك، خلاص اللاعب مش جاي الزمالك. البركاوي مش جاي الزمالك. هو مجلس اداره الزمالك كيفه يطلعك قدام الناس بيتهرتل يعني. مش عارف كريم البركاوي تقريبا بنسبه 99% الصفقه فشلت، والمهاجم المغربي لن يتواجد في نادي الزمالك الموسم الجديد، ولن يكون موجود بسبب ايه؟ السبب ما تعرفش، مجلس الاداره يعرفنا. بيصيفوا ولا عندهم حم ونيل، الله اعلم. انما البركاوي مش جاي الزمالك بنسبه 99%. والاهلي هيلعبنا بالسوبر الافريقي ببن رمضان، وسام ابو علي، امام عاشور، قفشه، يحيى عطيه الله، يوسف ايمن. ما عنديش كلام اقوله بصراحه. سلام عليكم.